محشي البتنجان والبصل والكوسة دول يا جماعة في حتة تانية خالص، لازم يتخدموا صح ويتعملوا بتركات معينة عشان يطلعوا معاكم من الآخر. تعالوا أقول لكم طريقتي بعمله ازاي، وهنعمله كمان في الفرن. أول حاجة بحط معلقة كبيرة سمنة بلدي وشوية زيت حلوين، هنزل عليهم بالبصل المفروم ونشوحه كويس، ثوم مفروم، توابلنا عبارة عن ملح وفلفل أسود كمون وكزبرة، وهضيف كمان شوية بابريكا علشان أخلي لون المحشي حلو. هنضيف الصلصة بتاعتنا وشوية سكر صغيرين ونديهم تشويحة حلوة. بعد كده هنزل عليهم بالطماطم المعصورة ونسيبهم على نار هادية خالص لغاية ما يتسبكوا. كده خلصنا الصلصة. نيجي بقى للرز، هنحط الاول بصل مفروم وعليه نفس التوابل بتاعتنا وهندعكها كويس جدا لغايه ما تنزل ميتها. التركه دي بتخلي المحشي في حته تانية خالص. هنزل عليهم بالخضره بتاعتي بقدونس كزبره شبت والرز، وهننزل بالصلصه اللي سبكناها مع بعض ونقلب كويس. شايفين لون الخلطه حلو ازاي؟ تعالوا بقى نظبط المحشي بتاعنا. في نفس الحله اللي عملت فيها الصلصه هحط فيها الحشوه بتاعه البتنجان اللي قورته، وهبدا ان انا احشي البتنجان. بالنسبه لمحشي البصل بجيب البصلايه وبقشرها وبقسمها من النص قسمه كده بس مش للاخر، وبعد كده بسيبها في ميه مغليه لغايه ما تستوي كويس. هبدا ان انا الفها كده زي ما انتم شايفين، واخر حته في البصله احشيها عادي جدا مش بتتلف ولا حاجه. يجي المحشي الكوسه نفس الكلام، هجيب صينيه او حله واحط فيها الحشوه بتاعه الكوسه بعد ما قورتها، وهحشي الكوسه والفلفل وارصهم عليها، وبعد كده نعمل الشوربه اللي هنسوي فيها المحشي. هحط في الشوربه صلصه وطماطم مبشوره وتوم وشويه ملح وفلفل، وهاجي بقى في الصينيه بتاعه الكوسه والفلفل مش هحط شوربه كتير لان الكوسه والفلفل بينزلوا ميه، لكن في صينيه البتنجان والبصل هزود الشوربه شويه لان هما بيشربوا الشوربه. بس كده هغطيهم وهدخلهم فرن عالي حوالي ربع ساعه في الاول، بعد كده هخلي الحراره متوسطه وهياخدوا حوالي ساعه الا ربع. واول ما يطلعوا هننزل عليهم بشويه سمنه بلدي سايحين كده. ما اقولكوش يا جماعه الريحه والطعم عاملين ازاي، والمحشي دايب دوب. يلا هستناكم تجربوه، وبالف هنا وشفا.